الحمد لله الإخوان، تأهلنا لنهائي كأس العرب بعد الفوز ديالنا على المنتخب الإماراتي بثلاثية اللي داز الثلاثة اللي جاونا منكم من البركاوي حمد الله والمهديوي. صراحة التأهل اللي جا صعيب صراحة، طريق المنتخب ما كانش ساهل، واجهنا عدة خطورات سواء من دور المجموعات اللي ما قدمناش فيها واحد الأداء اللي زوين، والحمد لله الصفاقة اللي كانت ضد السعودية موراها سوريا، والحمد لله ضربنا الإمارات في الفاينل غنلقاو فيه الأردن. فإن شاء الله الدراري في الحلقة ان شاء الله غادي نحلوا مباراة النهائي اللي غتكون بين المغرب والاردن، وغادي نديرو نعطيو انطباع ديالنا على اللائحة اللي حطو وليد الكراكي لنهائيات كاس افريقيا. سمحوا لي اخوان صوتي شوية راني مريض، صوتي مبحبح. فهادشي اللي كان معكم مستر كورة، فليتس جو نبداو. بداية الاخوان غادي نهضرو على السي طارق السكيتيوي اللي ما شاء الله اللي غادي بواحد الطريق تصاعدي، حيت انه في 2015 دا اول لقب ليه كمدرب مع الماس اللي هو كأس العرب ضد الخصم أولمبيك أسفي، وجدد الإنجازات ديالو في أولمبياد باريس 2024 حيت حصد الميدالية البرونزية بعد ما هزم المنتخب المصري بسداسية. كذلك منساوش أنه دا الشهر مؤخرا مع المنتخب المحلي في 2025 ضد المنتخب المدغشقري، وهو اليوم في نهائي كأس العرب المقام في دولة قطر الشقيقة. التأهل اللي كما قلنا ما جاش بديك السهولة بعد فوز ديالنا على المنتخب الإماراتي بثلاثية، المباراة اللي كانت متوازية من كلا الطرفين، والحمد لله عرفنا كيفاش نجريو الماتش وقدينا الربح. صور اخوان صراحة ما غنهضرش على المنتخب المغربي، كنا عارفين كيفاش سيستم الجو ديالنا، كيفاش كنلعبو نقاط القوة نقاط الضعف. غندوي على نقاط قوة الضعف المنتخب الأردني مع جمال السلامي المدرب المغربي. المنتخب الأردني كيمتاز بواحد الصلابة اللي هي صلابة دفاعية، إنه في الوضعية الدفاعية كيلعب بخطة 5-4-1، وفاش كيبغيو يهجمو كيلعبو بخطة 4-4-2، حيت أنه في هاد البطولة كتعتبر المنتخب الأردني من المنتخبات الأقل استحواذا، حيت أنه أقصى استحواذ ليهم بلغ 50%، وأقل استحواذ ليهم بلغ 30% اللي كان ضد المنتخب العراقي. عندهم واحد نقطة قوة اللي هي التسجيل من أنصاف الفرص وتنوع الفرص اللي كيسجلوا، حيت أنهم سجلوا ضربة حرة، ضربة بالراس، اللعب مفتوح، ركلات الجزاء. دونك المنتخب اللي كيعرف كيفاش يماركي البيوتا ومن أنصاف الفرص اللي كتجيه. كما كتشوف هادو هما نقاط القوة اللي لاحظت عليهم. بالنسبة لنقاط الضعف اللي لاحظت على المنتخب الأردني، فأول حاجة عندهم غياب النجمين ديالهم اللي هما موسى التعماري ويزن النعيمة، على ما كنظن ما غلطت في سميتو، اليوم كيشكلوا واحد 40% من القوة ديال المنتخب الأردني في الناحية الهجومية. فكنتمنى سي طارق السكيتي يستغل غياب هاد النجمين ونكونوا ان شاء الله على بالاستعدادات. ثاني مشكل لاحظته في المنتخب الأردني اللي هو أنه من أسهل المنتخبات اللي تقدر تضرب عليهم الكرات الرأسية، يعني إلا كان شي لاعب كيلعب بجدات زوين فرق غادي تماركي بنسبة 60% على المنتخب الأردني. فهادشي بحال أنه نشوفو في مباراة يوم الخميس أنه المنتخب الوطني كيلعب عرضيات بزاف بغية التسجيل بالراس، كما طرات المنتخب الإماراتي والمنتخب السوري والعديد من المنتخبات. كذلك لاحظت أنهم في بداية كل شوط كيكون عندهم واحد التنظيم اللي هو مشتت، حيت أنهم مكيكونوش كيقدرو الخطوط ديالهم في بداية كل شوط، فلا استغلينا وقدينا نماركي عليهم مع بداية الشوط فغادي تكون بالنسبة لنا نقطة قوة. كذلك عندهم واحد الحارس اللي هو متوسط واللي ماشي قوي بزاف، لحد صحيح انه متختبرش بزاف، ولكن على حسب ما بان لي انه حارس متواضع. يعني نقدروا انه الا درنا واحد الضغط شديد من ناحية تسديد بزاف فنقدروا نسجلوا الاهداف، غادي يجيو فرص لتسجيل الاهداف. اذا الاخوان دابا نناقشوا التشكيله اللي كنتوقع غيدخل بها السي طارق السكيتيوي. في حراسات المرمى يكون عندنا بن عبيد، رباعي خط الدفاع غيتكون من كل من الأظهرة المساوي وبوركسوت، قلبي الدفاع بوفتيني والسعداوي. ثلاثي الوسط اللي كنتوقع غيدخل به فهو كل من أنس الباش، ربيع حريمات وأسامة طنان. أما ثلاثي الهجوم فكنتوقع أنه غيكون كل من الزحزوح بركاوي، وكنظن أنه غادي يبدا بحمد الله. كنظن بحكم الماتش الأخير دار حمد الله انا كنرجح في فكره ازارو، ولكن على حسب ما بان لي وعلى حسب صاحبي كتقول انه غادي يبدا بحمد الله. كاين كتبان لي غتكون مزيانه، ما غيحاولش انه يبدل بزاف كثر التفلسيف باش انه يضمن المباراه، وان شاء الله هادشي الشيء كنتوقع. بالنسبه للاخوان النتيجه اللي كنتوقع انه الماتش غادي يسالي بواحد لواحد، وانه المنتخب المغربي ان شاء الله غادي يربح في ركله الترجيح. فكنتمنى صراحه هذا هو التوقع ديالي، وانا التوقعات ديالكم في الكومنتات. الاخوان سنة القسم الاول من الفيديو اللي هو التحليل ديالنا للنهائي، ودابا غادي ندوزو للائحة اللي حط وليد الكراكي اللي عليها بزاف الهضرة.
المهم الاخوه راحت حتى هي ورقه فيها اللائحه كامله، دونك راه تبقى تشوفني كنهبط يعني بزاف، فصبروا معانا. بالنسبه للاخوان بدينا جينا في الحراسه، عندنا كل من الحرار، ياسين بونو، ومنير المحمدي. اما الحراسه صراحه ما عندي حتى شي تجدد، هما دوك الاسماء اللي كانوا متوقع انا غيعيط لهم. كان اختلاف على الحرار، واش غيعيط للحرار، غيعيط لبن عبيد ولا التبناوتي، في الاخر استقر على الحرار. الحارس اللي واعر مع الرجاء العام ديال بون سازو، من اكثر الحراس خروجا بكلينشيت هو التبناوتي في البطوله الوطنيه. عندك ياسين بونو من ركائز الفريق، والمحمدي واخا المستوى ديالو هابط هاد العام ولكن يبقى من الركائز. بالنسبه لي صراحه جيد على العموم، ما عنديش شي اشكال في الحراسه. دابا الاخوه غادي نجيو لخط الدفاع واللي عليه بزاف الهضره، حيت ان كل من حكيمي في الاظهره والشيبي ومزراوي وصلاح الدين، هادوك اربع اظهره خدا. بالنسبه لقلوب الدفاع فخدا كل من رومان سيس، نيف اكاد، بودلان، وخدا ليامق. دونك خدا اربع مدافعين اللي في نظري الشخصي من غير اكاد انا ليامق لا سيس لا بودلان ما مقنعيني صراحه. ونرقوا ليه النقطه الجايه هي ديال اللاعبين الغائبين. اما بالنسبه للوسط جاني اللي صراحه عطانا داكشي اللاصق، حيت عندنا كل من سفيان امرابط، ترغالين، عندنا ناوي، وكذلك كل من الخنوس والصباري. الوسط صراحه ما عندي شي تعليق، وسط متكامل وخدا ستة اللعاب، يعني كل واحد والشونجمون ديالو. فالفكرة صراحة زوينة عجبتني. دونك دابا غنتطرقو للهجوم، بداية من الأجنحة خدا كل من الزلزولي والطالبي، وخدا أخو ماشو دياز وبن صغار. الأجنحة من غير صراحة بن صغار فبان ليا تا دياز اللي شوية على الهضرة، ولكن كيبقى دياز. فبانو الأجنحة مزيانين. بالنسبة لثلاثي رأس الحرب اللي دخل به هاد النسخة بإصابات إيكامان شفنا رحيمي والكعبي والنصيري، هاي. دونك الهجوم لا بأس به صراحة، يعني خدا داكشي اللي عندنا زويون. فدابا غادي نهضر على اللاعبين الغائبون اللي في نظري شخصي كان على الأقل واحد فيهم يستحق يكون معانا. بداية بالظاهر الأيسر الكرواني، أنا متفق مع وليد الركراكي بلي أنه أنا صلاح الدين دفاعيا واعر، ولكن متنساش أنه حنايا غنكونو كنشدو الكورة، فكان خصنا ظهير اللي هو هجومي زوين بحال الكرواني، حيت أنه الكرواني مساهم هاد الموسم ب15 اسيست مع الفريق ديال أولتريخت، وبزاف الفرق باغا تجيبو بحال بنفيكا وبورتو. صراحة كيجيني أنه الكرواني ضامن أساسي يجي مع فرقتو، الاستمرارية كاينة، كان يستاهل يكون في هاد كاس أفريقيا نظرا للمجهود الكبير اللي مقدم حاليا. نقدرو نقولو بلي البرايم ديالو اللاعب كنت باغي نشوفو في كاس أفريقيا اللي هو باعوه من اكتشافات كأس العالم، واللاعب اللي عنده استمرارية مع الفريق ديالو البلجيكي. توج بكأس العالم، دار باركور زوين، حيت انه بقى كنظن المدافع الوحيد اللي ما تمش كاع المراوغ ديالو في كأس العالم. كما كنقولوا جانب الاستمرارية كاين، كان على الأقل نشوفو على الأقل بلاصة لياميق ولا بودلان. متقنعنيش بلي أنه باعو بودلان حسن منه، حاليا باعو على حسب ما سمعت أنه لين فرنسا باغا تجيبو. ما عرفتش واش لين فرنسا ولا ستاد دو غي، مازال ما عرفت صراحة. ولكن تالت لاعب بغيت نهضر عليه اللي هو الزابيري، كنت كنتمنى نشوفو من واحد المهاجمين اللي زوينين، لا من التمركز ديالو لا كيفاش كيخدع الخصم، حيت حنا حرفيا انا ضمن الاساسيه مع فرقته، وفي اخر 3 الماتشات ماركي 4 البيوت، فكان يستحق صراحه انه يلعب معنا في هاد كاس الافريقيا. رابع لعبه غنهضروا عليها الاخوان اللي هو لوزا، من احد افضل خط الوسط اللي كاينين في الشامبيونشيب هاد الموسم مع واتفورد، مقدم اداءات كبيره، هو الكابيتان د فرقته لحد الان ساهم في الدوري الشامبيونشيب ب10 الاهداف، وهو خط وسط. صراحة كنت كنتمنى نشوفو بالخبرة ديالو في 2021 كان يقدر ينفعنا بزاف في هاد كاس افريقيا، ولكن كما شفت انه الوسط متكامل فصعيب انك تدخلو صافي. اهم لاعب غنهضر عليه اللي هو معما، اللي صراحة في البوست ديالو محتاجينو، جناح اللي بحالو مهاري وذكي في قراءة الجهة ديالو، سريع، ومؤخرا ضمن الرسمية ديالو مع واتفورد، وكما شفنا في اخر ماتش ماركا بيت وصنع هدف. صراحة من اللعيبة اللي كنت باغي نشوفهم ولكن ما كتبش. ثالث لعيب اللي غادي نهضر عليه اللي هو بولكسوت. بولكسوت في نظري الشخصي مع المنتخب الشان، المنتخب المحلي، وحاليا مع المنتخب الرديف في كأس العرب، كيقدم أداءات رائعة، عنده تعدد المراكز حيت أنه كيقدر يلعب ظاهر وفي نفس الوقت جناح. كنا على الأقل تمنيت نشوفو ينفعنا على الأقل في العمق ديال التشكيلة، يقدر ينفعك شوية في الجناح شوية في الظاهر.
فصراحة تميت انني نشوف الاخوان. هذا مدافع نهضر عليه كذلك اللي هو البوفتيني، صح انه كبير في العمر ولكن كمدافع اللي صراحة كيلعب بالرجل اليمنى ديالو عنده استمرارية مع فريق الوصل الاماراتي. بلا ما تقولوا اخوان الدوري الاماراتي، هاد المرة جاب رياميق اللي فرق شوية للخرا في الدوري السعودي وجابو. فبوفتيني صراحة على كاس العرب المقدم والاداءات اللي كان كيقدم مع فرق شوف صراحة كيجي انه كان كيستاهل انه يتعيط له. اللاعب اللي غنهضر عليه هو دا اكثر لاعب تظلم مع ولد الركراكي في الحقبة ديالو، عمر الهلالي ظاهر نادي اسبانيول. لاعب اللي عنده استمرارية، من احسن الاظهرة في الدوري الاسباني. لاعب كيقدر انه يلعب ظاهر وفي نفس الوقت لعب سنتر باك، كيمتاز بالقوة الدفاعية الصلابة ديالو، سريع. عمر الهلالي جا تظلم في الحقبة ديال وليد الركراكي، لاعب اللي في نظري الشخصي كانت عنده الحق، وكنظن انه مركز افريقيا غتولي تعيط له بزاف. فصراحة على العموم هادو من اللعابة اللي جاو صراحة كانوا يستاهلوا يتعيط لهم من المنتخب. بالمناسبة في التشكيلات اللي جينا نقول انه بالعمري وايكامان فراه داخلين في اللائحات اللي البدلاء اللي في حالة لا تعطيو شي واحد يجيو بلاصتهم. إيكامان كنظن واقيلا الإصابة ديالو صافي تسالات له الشهر ديالو، صعيب أنه ولا راه غيكون كسب في دور النصف النهائي ولا النهائي. بالعمري راه صراحة كنحس بلي بالعمري تشمت، على الأقل كون خليه يلعب كأس العرب، ولا أنه دارلو هاد الحالة خلاه ما بين ميلعبش كأس العرب وما يلعبش كأس أفريقيا. فدابا غادي ندوزو لثالث حاجة غنتطرقو لها اللي هي العمق التشكيلة، واش التشكيلة واجدة. على العموم الإخوان التشكيلة راه لا بأس بها، خدا أفضل الأسماء اللي عنده من غير بعض الأسماء اللي صراحة بديك الأسماء غنقول ليهم إلياس بن صغير، جواد الياميق، رومان سيس وأبو دلال. هاد الأسماء صراحة ما مقتنعش بيهم. تا مزراوي ولكن مزراوي زوين، مزراوي زوين صراحة، نقدرو نقولو بلي تكنيكمون واعر. هادو من الأسماء اللي مقتنعتش بيهم صراحة بزاف. وكذلك النصير، نصيري خامس كوب دافريك ما عطانا حتى إضافة ومازال كيتعيطلو معرفتش علاش. فكعمق التشكيلة هجوميا جاني مزيان من ناحية الأجنحة، الأظهرة كذلك رغم أنه الكرواني تظلم ولكن مزراوي عندك كيلعب رايت باك ليفت باك وكيقدر يلعب حتى سنتر باك. الشيبي عندك كذلك كيلعب رايت باك. أنا صلاح الدين اللي شفناه واعر دفاعيا مع نادي أندهوفن، والوسط جاني متكامل. فالإخوان كرأي شخصي ديالي للتشكيلة كنشوف أنه لا بأس بها، كان من الممكن أفضل مما كان، ولكن كنشوف أنها تشكيلة متوازنة ما عدا بعض الأسماء اللي ذكرناهم قبيلة. فكنتمنى صراحة أنه ندير شي حاجة في كأس أفريقيا. سمحولي أخويا هاد الفيديو صوتي فريمون مريض، ما عرفتش كنت مزيان قبل ما نصور، عرفت نصور صوتي مرض. فهادشي كنشوف هادشي كان في هاد الفيديو. ان شاء الله غادي نحط فيديو نهار السبت ولا الحد قبل الماتش ديال المنتخب في الافتتاح تاع كاس افريقيا، اللي غادي نتطرق للخصوم ديال المنتخب في دور المجموعات وندير كذلك توقع للمتأهلين. فهادشي كان في هاد الفيديو، كان معكم منتصر الكرة، ان شاء الله